ما هو عمرها الحقيقي هتذكر دلوقتي ومش هتقدر تكذب. ليه؟ لأن طليقها أبو بناتها قاعد معاها، وهتاخدوا بالكم من لفتها بعد ما تقول العمر بتاعها. كم عمرك الحين؟ 65 سنة، لا 66 عشان ابقى صادقة. هنا بقى دخلت السنتر كوميرسيال عشان اجيب لازواج بناتي الحلوين هدايا. النهارده هخش بايديا مليانه هديه لفيروز وهديه لياسمين وهديه لجوز فيروز وهديه لجوز ياسمين. هنا بقى اللي عايزة أسألك سؤال، هل جوز فيروز جابلك هدية في عيد ميلادك؟ ما حصلش، بس انتي بتحبي ترسمي كده علشان تضحكي على المغيبين اللي عندك. بس انا جايالكوا يا بنات بالمقطع، انتوا تعرفوا ان انا بجيلكوا من غير حاجة. طب تعالوا نشوف الهدايا بتاعتها في عيد ميلادها، لما ابو بناتها حتى اداها ازازة ريحة بيورو. تعالوا نشوف. ساسي ياسمين، ربنا يخليكم ليا يا رب، ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا ابدا، ربنا يخليكم. هنفتح مع بعض حاجه حاجه ونشوف يا ترى البنات جايبين لي ايه. نبدا بمين؟ نبدا بفيروز عشان هي الكبيره. بابا بابا سي مينيون، سي مينيون. Oh Mamadou, pourquoi tu fais comme ça? Oh là là. لا t'inquiète انا فاهمه برضه. تعالوا فين. اه لا حتى ابوكم جاب لي برفان، سي با بوسيبل. كسفتوني يا جماعه. نفتح بتاعت فيروز الاول، نقول بسم الله. بسم الله. من هنا بقى وانا بقول لكم ركزوا كويس قوي، الهدايا جت بمين ومين ومين. يعني مامادو وطليقها ابو بناتها وبناتها الاتنين، مفيش كمان زيادة. طب ايه اللي هيركز معايا؟ عند المكرو، الكيكة اللي جاية لها المكرو، هتعدها هتقول لكم 7 قطع، واحنا كام؟ واحنا 5. يعني مامادو وطليقها وبناتها الاتنين وهي. ايه ده؟ ماكارون؟ وي اه سي مير دو بوردو. بصوا بقى، ده الماكارون الجاتو السبيشاليست بتاع بوردو، بس من احسن محل موجود في بوردو كلها. هفتحه واكله معاهم. يعني بصوا اشوف كم واحده. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4، احنا 5 هناكله دلوقتي. نو هاكله معاكم، ما اقدرش اكل حاجه من غيركم. بعد كده انا ما اقدرش اكل سكريات كتير. تمام، شكرا يا فيروز. ودي يا قلبي ربنا يخليك. استني بس كان نبعد الكاميرا شويه كده واحنا. شنطه؟ Bah oui, depuis un moment بتقولي نفسك بشنطة. لا ما عمري ما. نفتح كده. لا سي مليون. دهب حقيقي. جابت لي انسيال ذهب. ده اعمل لكم عليه فيديو وانا بلبسه، وانا بقلعه. تمام. شوف بقى مامادو. شكرا يا مامادو، برفان يا جماعه. اشتميها. يلا عايزه اعمل لهم. نفتح بقى بتاعت ابو البنات نجربها. بس دي اعمل لكم عليها فيديو عشان انتوا كلكم هتستنوا الفيديو. هدية ابو البنات. انا بقى بالنسبه في تعليقات بتجيلي كتير، وتعليقات قليله الادب. هتقولي لي طب يا هناء بقى لما هي قليله الادب بتردي عليهم ليه؟ سيبي قلالات الادب قلالات الادب، مش لازم كل يوم تطلعي تردي على قلالات الادب. لا انا بيجيلي يا جماعه مزاج كده ارد عليهم. الناس بيقولوا لي في التعليقات يا اختي لما انت عندك قروض، ولما انت عندك ديون، ولما انت بتقولي ان انت عندك ظروف وحشه وظروفك الماديه، وبتشتري ليه؟ انت بتشتري ليه مكنسه وبتشتري ليه دفايه وبتشتري ليه؟ ما تقعدي اقعدي انقبري في البيت وما تصرفيش. والله العظيم انتوا ناس قليله الادب. انا بتكلم يا جماعه مع قلات الادب، مش مع متابعين المحترمين. متابعين المحترمين بيقولوا لي اخرجي واشتري وتهني وانبسطي وعيشي حياتك. انتوا عايزيني يعني عشان انا مثلا بمر بظروف صعبه
انا الحمد لله طالما دفعت الضرايب بتاعتي ودفعت كل حاجه عليها. اي نعم، اصعب فتره عندي في السنه الفتره اللي بدفع فيها الضرايب بتاعتي، لاني بدفعها مره في السنه فبتيجي عليا تقيله شويه، غير ان انا عندي عرفتوا الفيلم الهندي اللي هي ذكرته ان هي بتدفع الضرايب بتاعتها وبتبقى تقيلة عليها مرة في السنة؟ فطلعت بقى قالت ما اروح اضرب الدنيا واعمل 3 فيديوهات 4 يمكن يضرب منهم فيديو في العلالي ويجيب لي الفلوس اللي انا دفعتها. ما هي جعانة ومهبولة، وفي الاخر لما لقيت نفسها اعترفت بلسانها راحت خبطت الكلمة: ما انا عندي مشاكل وعندي محاميين. طب تعالوا نكمل. مشاكل وبدفع لمحامين فلوس، ففعلا فعلا الموضوع ضارب معايا. بس مش معنى كده ان انا اقبر نفسي، اموت نفسي، احرم نفسي كمان من متع الحياه وما اكلش ولا اشربش ولا اشتري هديه لبناتي ولا هدايا لبناتي ولا هديه لنفسي. يعني ايه لو عندي كروب او عندي مشاكل اقعد انقبر؟ يعني ايه الكلام ده؟ الناس كلها طالعه وبتشتري بالبلاك فرايداي وعايشين حياتهم، انا ليه كمان ما اعيش حياتي زي بقيه الناس؟ الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله ظروفي هتتحسن، ان شاء الله باذن الله باراده رب العالمين ظروفي هتتحسن. انا بقول لكم هي بس دول بيبقوا اصعب شهرين عندي في السنه، لان الواحد بيدفع حاجات في السنه مره واحده، زي الضرايب، زي تامين العربيه، زي تامين البيت. ما احنا قلنا كده، قلت اطلعوا من البلد. ما احنا قلنا ضرايبك واموالك، حتى الجواب اللي حطيتيه غبية مكتوب املاكك جاتك نيلة، وفي الاخر طالعة تضحكي على الناس. وبعدين بتقولي للناس بيقولوا لك عيشي حياتك. ده انا ما شفتكيش قعدت في مطعم نضيف من يوم ما طلعت على اليوتيوب، الا مطعم واحد اللي كان عزماك عبير فيه في اسبانيا انت ورضا على المشاوي. استنى ما اجيب لكم المقطع. يا هناء تعملوا مشاوي وتاكلوا مع عبير، وانا بحب بقى ايه اعمل بنصايح حبايبنا. هتشاركونا بقى الاكل الحلو ده. بحب الزيتون قوي. في حاجات بدفعها مره واحده فبتيجي عليا تقيله، لو بدفعها كل شهر يمكن تبقى خفيفه، فلما بدفعها دي بقى شوكولاتات بتتعمل. يا رب المغيبين اللي عندك يفهموا يا اختي كلامك، وما يبقاش الكلام كله على رضا. ما رضا سابلك السحر، حمي نفسك يا كدابة. استنوا ما اجيب لكم المقطع اللي طلعت علينا ومنهارة لما عرفت المبلغ بتاع الضرايب. ما انت عندك بيوت واملاك وما انتش عايزة تدي الدولة كمان ضرايبها، يخرب بيتك. استني يا بنات، ما هي اصل كل حاجة جت لها ببلاش، فعشان تدفع كده هتتعب. بس لما الضرايب اخدت مني كمان مبلغ زي ده اتنرفزت بصراحه. انا مالي ومال المشروع مطعمه، ولا مالي ومال الشغل اللي اشتغله؟ انا مالي انا؟ هو عمره في حياته ما دفع ضرايب، عمره في حياته ما دفع ضرايب. انا اللي كنت بدفع الضرايب، هو عمره ما دفع ضرايب. عمره ايه يا اختي؟ عمره ما دفع ضرايب. ما هو هيدفع ضرايب على ايه؟ ده الراجل قال لكم مش حيلته غير القميص اللي كان لابسه. يا كدابة، شفت الفيلم اخرته طلعت النهاية على لسانك مش بلساني. اخدتوا بالكوا هي دفعت الضريبة ليه؟ علشان خاطر المطعم باسمها يا حبايبي، والاملاك بتاعتها كتيرة فلازم تدفع مبلغ وقدره. فقالت مضرب الفيديوهات ويلا يمكن تجيب مشاهدات على قفاه المتابعين المغيبين. انا مش محتاجه للعمل، انا الحمد لله مستوره وعايشه كويس جدا بجد، يعني الحمد لله مش محتاجه. يعني مش عيب ان انا اقول مش محتاجه ان انا اروح اشتغل، لا. يعني في ناس فعلا بيروحوا يشتغلوا انهم محتاجين، لكن الحمد لله رب العالمين انا يعني اولا انا مأجره المطعم دلوقتي متأجر وبيدخل لي ايجار حلو بالشهر، والحمد لله. يعني جبتها هو اللي طوعها، وهو كان سبب كل اهي. شانيل بلو غالية شوية بس ريحتها اوف 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 اوف. عارفين يا جماعة البرفانات دي كلها اقسم بالله العظيم كنت بجيبها لطليقي. هتقولي لي تاني طليقك؟ تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر، واللي مش عاجبه يسمعني ما يسمعنيش. هقعد اتكلم عليه هو والقرعة لحد ما اموت، لحد ما اموت. انا كل المشاكل اللي فيها دلوقتي بسببه هو، مش بسبب القرعة. ما هو اللي طوع القرعة، هو اللي طوعها، وهو كان سبب كل المشاكل وكل الديون اللي اتحطيت فيها.
والله العظيم، ومش عايزيني كمان اجيب سيرته، بس بقول لكم ما كنتش منقصاه حاجه، والله العظيم كل البرفان الرجالي انا اشتريتها له، اغمس جبتها له، شانيل جبتها له، شانيل بلو جبتها له، سوفاج جبتها له، فيرنهايت جبتها له، كنزو جبتها له، كل البرفان الرجالي اللي ما كانش يحلم. انا كان جاي لي ما كانش بيجيب برفان غير يمكن من المحلات اللي هي بتاعت 2 يورو و3 يورو، ما كانش بيجيب البرفانات اللي حقها 200 ولا 230 يورو دي، لا 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 لا. انا اللي كنت بجيب له الحاجات الغاليه، انا كنت بخليه ماشي برنس لابس، كان يروح يشتري احسن البلاطي واحسن القمصان ويجيب الحاجات الماركه، الجزم بتاعته ما كانتش بتقل عن 120 و200 يورو. والبرفانات انا كنت مدلعاه على الاخر، كنت اقول له، كنت من غير ما يطلب كنت اروح اجيب له احسن برفانات وساعات وتيشيرتات وقمصان وبنطلونات وجواكت وبلاطي. اوه لا 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 لا. ما هو اللي يا اختي هو اللي طوحها يخرب بيتك. وانت يا ولية اللي بيجري في عروقك دم زينا والنبي؟ والله بسألك حقيقي قسما بالله، هو اللي بيجري في عروقك دم يعني عندك دم؟ ولا هو برنس يا بنتي من غير ما انت تلبسيه، وبعدين انت اللي تلبسي الراجل؟ يا شيخ اطلعي من هنا. طب تعالي يا بنات هجيبها لكم، هجيب لكم رضا جاب لها ايه في عيد ميلادها وكان عامل معاها ايه. استنوا هجيب لكم المقطع ده. دلوقتي هنشوف هدية الأستاذ رضا حبيبي جوزي جايب لي ايه. طبعا انا وريت لكم قبل كده في البث، هو بما ان في ناس كتير قالوا لي معظمهم شافوه لون، هم 3000 واحد دخلوا البث، بس انا مشتركيني اكتر من كده ومتابعيني اكتر من 3000. فبما ان في ناس كتير قالوا لي هنا ارجوك غيري الطرحه السوداء، غيري الطرحه السوداء، غيري الطرحه السوداء، هو اللي شاف التعليق ده اكتر مني، فراح جاب لي كميه طرح كتيره قوي انا شفتها قبل كده، فهوريكم مع بعض. ادي طرحه لونها ازرق اهي، طرحه اهي بتخوف فيها واحد، بتخوف عشان الحسد. وطرحه تاني كحلي اهي، وواحده بني. انت جبت كل الالوان. وبنفسجي. وهنا شايفين دي كمان اهي، كله كله ماركته وحطيت الاسعار عليه، حطيت الاسعار عليه. ايه بالظبط دي؟ ايه ده؟ وجايب لي بونيه للشتاء اهو، معرفش ليه، اصل عارف ان انا بموت بالبرد. ده بقى معرفش فولار او طرحه برضه شكلها حلو على كده، ده عشان الاضاءه. طرحه في لون حلو اهو، لون الفان حلو قوي. شايفين يا جماعه الطرح كتير جدا والهدايا جميله قوي. دي بقى بلوفر. الله ده جميل قوي. حطيت لي سعره 25 يورو. ايه ده قله الذوق دي؟ حطيت لي كمان بتصلح. ده بلوفر كمان، وبلوفر تاني اهو. الله ده حلو كمان قوي. رايكم يا جماعه؟ ماشي، ميرسي بوكو غدا. الهديه الكبيره بقى هنعمل بيها فيديو احنا الاثنين لوحدنا. بشكرك جدا. لازم احسبكم. ودلوقتي بقى نشوف مع بعض هديه ميسي وجانو. خليكم غير كده يا بنات، كان في الفيديو من الأول، الفيديو اللي أنا جبت منه المقطع الهدايا، كان في الأول قال لها أنا هعزمك على برة ونقعد 2 أو 3 ليالي برة، حاجة زي كده. غير إن هو قال لها في مفاجأة كبيرة غير الهدوم اللي هو جايبها والحاجات الصغيرة. من هنا أقول لكم باي باي.